السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. معاكم ميرفت فوزي. احنا النهارده هنتحدى بيها اكبر المطاعم. هنعمل السمك المقلي الفيليه مقرمش كريسبي. بنعمله مع رز الصياديه ورز السمك، بيبقى بطريقه جميله جدا وقرمشه ان شاء الله هتشوفوها وتعجبكم. بعد ما غسلنا السمك بنحطه كده على صينيه على مناديل مطبخ، وبنرش عليه رشة ملح بسيطة كده من الجنبين بحيث ينزل كل المية بتاعته على مناديل المطبخ. كل ما بيكون السمك متصفي من المية بتاعته معلهوش المية، كل ما بيساعد ان هو يكون مقرمش في القلية، ما يبقاش السمك طري. حطيناه حوالي في النص ساعة او 3/4 ساعة كمان في التلاجة على المناديل زي ما قلت لكم. هشيله بقى مع مناديل الورق ونبدأ نقطعه. هقطع السمكية الباقية بنفس الطريقة وارجع لكم. بعد ما قطعنا السمك الكمية بتاعتنا هنبدأ نتبله. معايا هنا معلقة صغيرة مليانة من الكمون، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة شطة ودي حسب الرغبة، ربع معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة كزبرة جافة، ومعايا كمان معلقة من الثوم المفروم مع الفلفل الأخضر والأحمر الرومي، وعليها التوابل. دي خلطة بعملها للسمك وببقى مجهزاها عندي في التلاجة، باخد منها احط على السمك. هننزل بالتوابل وخلطة الثوم، وهنزل كمان بمعلقتين كبار من الخل وعصير ليمونة كبيرة. وبقلب الخليط كله مع بعضه كده. شيل بس بذر الليمون ده، وبسيبه في التتبيلة حوالي نص ساعة كده، وبعدين نشوف هنعمل ايه. عملنا خلطة التتبيل وتتبيلنا بيها السمك، هنعمل بقى خلطة الدقيق اللي احنا هنقلي بيها السمك. معايا هنا كوبايتين من الدقيق وعليهم نص كوباية من النشا ورشة ملح قليلة جدا عشان احنا حاطين هنا ملح. انا كنت حاطة ملح مع الثوم اللي انا حطيته، وهنحط كمان معلقة كبيرة بصل بودر ومعلقة كبيرة ثوم بودر وكمون وشطة، وهنقلب الخليط كله مع بعضه. هنضيف كمان على الخلطة معلقة صغيرة من البيكنج باودر. النشا والبيكنج باودر بيساعدوا على ان هو يبقى مقرمش. وهحط كمان نص معلقة من البيكربونات. هقلب الخلطة دي كلها مع بعضها كويس جدا. هاخد الخليط ده وهقسمه في طبقين. هيبقى فيه خلطة جافة وخلطة سائلة. دي الخلطة الجافة هسيبها زي ما هي كده بالشكل ده، ودي اللي انا هزودها وهتبقى الخلطة السائلة بتاعتي، وده الجزء اللي انا هخليه زي العجينة. التريك اللي عايز اقولها لكم بقى، احنا طبعا المفروض بنحط مية ونقلب فيه لغاية ما تبقى عجينة كده خفيفة زي بتاعة البانكيك او زي عجينة الكيك. تمام. اللي انا هعمله معاكم بقى ممكن هنعمله باللي هي 7 اب علشان تخليه السمك يبقى مقرمش اكتر وهش كده، بس عشان صراحة ال7 اب بيبقى فيه سكر، فانا هقول لكم هنحط ايه. شايفين ده بريل مشروب شعير طبيعي، خالي من الكحول وخالي من السكر. البريل ده هحط منه بدل المية وهقلب لغاية ما يديني العجينة زي بتاعة البانكيك، ان السمك يبقى مقرمش زي اللي بتاكلوه في المطاعم بس من غير ما نضيف له اي حاجة مسكرة. شايفين بالشكل ده كده؟
شايفين سمكها؟ طبعا الخلطة دي فيها كل التتبيلة، فيها كل البهارات، وهنا برضو في كل البهارات. هنزل بقى بالسمك بتاعي، بس انا هسيبها الاول شوية لغاية ما تعمل كده فقاعات، وهبدأ احط فيها السمك. هنبدأ بقى ننزل بقطع السمك في الخلطة بتاعتنا. كده حطيت خلاص كل كمية السمك في الخلطة السائلة. وساعة القلية بقى بنطلعها من الخلطة السائلة دي، نحطها في خلطة الدقيق الجاف، ومنها على طول على الطاسة. وعشان نقلي السمك الفيليه، معانا السمك بتاعنا حطيناه في الخلطة السائلة، ومعانا خلطة الدقيق اللي شفناها مع بعض. الزيت على النار، باخد السمك كده من الخلطة السائلة وبحطه في خلطة الدقيق، وبنفض الدقيق الزيادة اللي عليه في السخن. الزيت بيكون سخن في الأول، بعد كده بخلي النار متوسطة، لما بياخد لون محمر ببدأ أقلبه على الجهة التانية. اما بياخد لون ذهبي بقلبه على الجنب التاني، وارجع بعد شويه اقلبه على الجهه التانية، يعني بقلبه كده على كل ناحيه مرتين. وده الشكل النهائي للسمك الفيليه بتاعنا. ما شاء الله شكله جميل جدا، طعمه حلو جدا ومقرمش. وصفتنا كده النهارده خلصت. لو عجبتكم وصفتي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبألف هنا يا رب للي يجرب.